طالعه انشر الغسيل بقى في البلكونه، وببص لقيت سلفتي عماله تصوت وجوزها وعمالين يزعقوا. بقول لها في ايه يا بنتي، انتوا مالكم بتزعقوا كده ليه؟ ايه ده صوتكم جايب اخر الشارع؟ وبضحك وبهزر. قالت لي الحقيني جوزي عمال يزعق معايا ويقول لي ريحتك ومش ريحتك وغمقان وايه القرف ده. قلت لها بقول لك ايه، ردي على التليفون كده، انا عندي الحل وهقول لك تعملي ايه بالظبط، وهجيب لك شويه حاجات تستخدميها هتحلي لك اللي عندك ده كله من الاخر، بس قولي لي ايه مشكلتك. قالت لي مشكلتي ان في عندي ريحه مش حلوه في البكيني، وعندي غمقان، وحاسه ان عندي التهابات، واللون كده مش افضل حاجه، وحاسه ان انا مش احسن حاجه خالص، وجوزي برضو اخد باله. قلت لها بقول لك ايه، انا جايه وجايبه لك الحل، هم 3 حاجات هيخلوكي بصي قشطه فله شمعه منوره. اول حاجه صابونه البكيني دي بتاعت هيفن سمايل. الصابونه دي بالعكر الفاسي، شايفين رغوتها عامله ازاي؟ الصابونه دي ينفع تستخدميها يوميا للمنطقه الحساسه، واي منطقه خاصه سواء بكيني او اندر ارم، بتخلي المكان بينك كده وناعم ومترطب وريحته حلوه ونظيفه جدا، فظيعه يا جماعه في الترطيب، والريحه ما اقولكوش تحفه تحفه تحفه، مش هتستغني عنها كترطيب وكريحه وكنظافه، وبتحميكي كمان من اي بكتيريا. اهم حاجه يا جماعه تكون من عند الدكتور عربي المنتج. اما الغسول ده بقى يا جماعه، في الغسول ده مرخص من وزاره الصحه. عايزه اقول لكم ان هو من هيفن سمايل. الغسول ده تستخدميه 2 مرات يوميا. بصوا يا جماعه لونه بينك كده وبيدي لمعه للمكان وترطيب مش طبيعي. ده غسول كمان بيخلي المنطقه للحامل او للبنت او للمدام ما فيهاش اي مشاكل. لو عندك اي التهابات بيضيعها، اي غمقان بيضيعه، بيفتح المكان جدا لانه فيه عرقسوس وفيه احماض كتيره جدا. زي ما قلت لكم مرخص ومش غلط على الحوامل ولا على الانسات ولا على المدامات، مفيش منه اي مشكله. بتحطي كميه مناسبه منه، بتستخدميه 2 مرات يوميا، بتستخدميه للمناطق الحساسه زي ما قلت لك كده، بتغسلي كويس بالميه الدافيه، وبعد كده اتفرجي على النتيجه روعه. بيديكي كده لون بينك للمكان وترطيب وريحه فظيع. اما بقى بالنسبه لجارتي اللي بتقول انها بتشتكي كمان وجوزها بيشتكي من ريحتها انها مش حلوه، وان جلدها مش مترطب، وعندها جلد وزه كتير في ايديها وفي رجليها، وجسمها بيشقق كتير، كعب رجليها مشقق، كوعها مشقق، ايديها ناشفه من كتر غسيل المواعين. اهم حاجه يا جماعه تجيبوا الاصليه، تحذروا التقليد، لان ده الاصدار الجديد. خلي بالكم لانها عماله تتقلد وتتضرب. الاصدار الاصلي والوحيد عند الدكتور عربي. اصدار الزبده ده بقى يا جماعه هي زبده حرفيا بمعنى الكلمه، تفتيح وتوريد وتنعيم وترطيب. بصوا ايديا هتتحول ازاي، ايديا هتبقى بينك كده والناعمه. الزبده هتخلي ايديا زبده حرفيا. ايديا بقت عامله ازاي، اتحولت تماما، بقت قشطه كده ومورده ولونها بينك. هي بتخلي المكان الحساس كده بنفس المنظر كمان ده. بتخلي الجسم كله كده. انا بستخدمها على ايدي وعلى رجلي، البكيني، الاندر، اي مكان في جسمك، اي مكان تقدري تحطيها فيه. عايزه اقول لكم انها مرخصه من وزاره الصحه، ما فيش منها اي ضرر، بترطب المكان وبتديله ريحه وبتديله توريده ونعومه. انا يا جماعه ما بكتفيش بالحاجه الواحده، ان انا جايبه منها كل الاصدارات، وعندي من كل اصدار 3 4 5 كده، ما بقدرش اعيش من غيرها. والغسول بصراحه يا جماعه كمان ما بقتش اقدر استغنى عنه، بقى روتين يومي اساسي في حياتي، بستخدمه 2 مرتين وساعات مره. هروح بقى بسرعه ادي سلفتي الحاجات بتاعتها. باي باي.